ومن المناسبات الأخيرة وفساتين السواريه، نبعد شوية ونروح حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي 2024، واللي كان حديث كل الناس على السوشيال ميديا في الفترة من 14 ل 25 مايو. مش علشان الأفلام، لا، ده علشان الفساتين الحلوة اللي بتبهرهم. بس يا ترى مين أبرزهم السنة دي ومين اللي خطفتنا وخطفت أنظارنا؟ طبعا من غير كلام كانت يسرا. وغير يسرا كان في رايا أبي راشد وسلمى أبو ضيف والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وطبعا مسك الختام كانت ياسمين صبري وهنا الزاهد. بصراحة مش بس ده كان الحلو في الموضوع أو في المهرجان، لكن الأحلى إن الجانب العربي في حفل مهرجان كان 2024 كان مسيطر وبشدة، مش على مستوى الحضور والمشاهير، لكن كمان على مستوى مصممين الأزياء العرب اللي كان ليهم تواجد كبير في الحفل، وشفنا فنانات كتير قرروا يستعينوا بيهم في مهرجان مهم زي مهرجان كان. أولهم هيدي كلام اللي اتألقت بفستان باللون الأحمر، خطف أنظار المتابعين بتوقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي، ونسقته بإكسسوارات بسيطة ولوك شعر بسيط. كمان كان في النجمة العالمية جين فوندا اللي اختارت إطلالة كلاسيكية باللون الأسود من توقيع المصمم اللبناني إلي سعد، وإطلالتها كانت عبارة عن جامب سوت على شكل بدلة مع أكمام طويلة ومجسمة على شكل بليزر بتطريزات باللونين الأسود والفضي. أما العارضة الأسترالية شانينا شايك فلبست فستان من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد. الفستان كان باللون الأحمر بسيط جدا، ولبست معاه مجوهرات بسيطة قوي وسليك هير لوك. أما رومي سترايد فاختارت تلبس باللون الوردي من توقيع المصممة إيمان العجلان، عبارة عن فستان طويل كله ريش متطاير وفصوص فضية. الحقيقة مع تطور الموضة السريع ده أنا مبسوطة جدا إننا كعرب في المجال ده مساحتنا ومواهبنا بتزيد يوم عن التاني، وقادرين نسيب بصمة عالمية مش بس عربية. نروح برضو لحاجة مهمة جدا في المهرجان يمكن كتير ما اتكلموش عليها، وهي إن مهرجان عريق زي مهرجان كان السينمائي مهما عدت عليه السنين ومهما ظهر نجمات بإطلالات فخمة، إلا إن في إطلالات رغم مرور السنين الطويلة بتفضل أيقونة. تعالوا نشوف مع بعض الإطلالات اللي كانت وما زالت أيقونة في الجمال والتميز وكمان لفت النظر. أول صورة سنة 1987 لبرنسس ديانا، كانت إطلالتها هي الأفضل وقتها، ظهرت بفستان أزرق فاتح مع شعرها الأشقر القصير خلى إطلالتها ما تتنسيش لحد النهاردة. تاني صورة معانا لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث الأناقة والرقي. شايفين الشياكة؟ أما بيلا حديد في كان 2022 كانت مميزة جدا ومختلفة جدا، سواء بتسريحة الشعر وفستان من اللون الأسود مع مكياج أسود لعينيها ظهر جمال إطلالتها أكتر. وفي مهرجان كان 1957 اتميزت إليزابيث تايلور بفستان مختلف التصميم، خاصة الكتفين، ورفعت شعرها لفوق واستعانت بتاج خلاها تظهر زي الأميرات وهي أصلا من الملكات. ونروح لصافيا لورين اللي كانت إطلالتها في كان سنة 1955 هي الأفضل والأجمل، لبست وقتها فستان واسع أوف شولدر وزودت عليه ستيتمنت نكلس خلى إطلالتها ليها سحر وجاذبية مختلفة. وآخر صورة بقى كانت مع الأسطورة فيفي عبده، وأحلى لوك و5 مواهية فوفا. هسيب لكم التعليق.